السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده جاي لكم فيديو جديد، وفيديو هيكون قوي جدا لان احنا هنتكلم عن البيئه المصريه. ازاي هنعمل انكلوجر او حوض صغير للبيئه المصريه. وبس البيئه ديت مش هنخلي فيها اسماك مصريه، هنخلي فيها اسماك بقى مش عارف والله العظيم، لسه ما قررتش. هي في الاغلب هتبقى زبره دانيو، يا اما ممكن تترط، الله اعلم. قبل ما نبتدي ما تنسوش تدعوا لاخواتنا بالنصر، تدعوا لانفسنا بالرحمه، ويلا بينا نبدا على طول. طيب هتقولوا لي ليه عملت كده من تحت؟ عشان خاطر بس هنلزق بالسيليكون من تحت، فعايزين الجزء يكون متساوي، لكن من فوق احنا كده كده عايزينه شكل غير منتظم عشان خاطر يبان ان هو طبيعي اكتر يعني. اهم حاجه ده مش هيترمى، ده هيتزين بيه. ركز في الحته ديت عشان خاطر ديت هنقصوها بزاويه 45 درجه عشان هتفهموا ليه. بصوا يا شباب، الحوض اصلا في مساحه وراه. انا قاصد اختار الترابيزه ديت، او هي جت صدفه، بس انا هخلي الموضوع لصالحي. هخلي الحوض على الحرف بالمنظر ده عشان هنحطه حاجه ورا هنا. هخلي الحوض ده يا جماعه بالمنظر ده. انا شايف ان دي كبيره، بس هو ده الشكل اللي انا نفسي فيه اصلا. هاجي احط هنا شويه سيليكون. دي تسند ايه عقبالك؟ بصوا يا شباب، بعد معاناة ومعاناة في غسيل الرمل نبتدي او نقدر نقول ان احنا خلصنا الرمل. هو والله العظيم لسه منضفش يعني، بس هنعمل ايه؟ اكل العيش مر. هات العواقب سليمه يا رب. بصوا يا شباب، الرمل هو لغايه دلوقتي الميه لما هنحطوها هتكون معقره جدا برضه، فالحل بقى ان انا هملى الميه وبعدين انزلها تاني وبعدين املاها مره كمان. هتفهموا دلوقتي. بصوا يا شباب، هنزرع زرع البوص. بصوا يا جدعان بقى ايه، هنيجي بجفت ان انا خلاص كده مش هينفع نحط ايدينا. هنخلي بقى ايه، في اطوال عاليه قدام، اطوال قصيره شويه ورا. شايفين يا شباب؟ ده نوع من انواع النخيل، او هو مش نخيل بس ايه، حاجه ممكن احط لكم اسمه يعني. زي ما انتوا شايفين يا شباب، عايز اوريكم المنظر من فوق. بس انا المشكله الاضاءه، انا الاضاءه بتاعتي في الحوض دوت لمبتين بس، انا لسه ما ظبطتش الاضاءه هخرم فوق في السقف وبعدين الاضاءه هتكون نازله تحت زي ما انتوا ايه شايفين بالمنظر ده. يعتبر هو الحوض. لو مسترخمين
النخله ديت قولوا لي ممكن نبدلوها بحاجه كده. يعتبر شبه خلصنا. هسيب بقى الحوض كده اقل شيء مثلا حوالي اسبوع عشان خاطر احط فيه السمك. اشوفكم كمان اسبوع. يا شباب الغصون بتاعه الاشجار او اللي هو ايه النباتات اللي بتنمو نخليها زي خلفيه للحوض عشان خاطر كده سيبنا المساحه اللي ورا الفاضيه ديت فاضيه. الفنيات الاخيره شويه خشب خفيف كده. اكيد الخشب ده نوع تاني يعني كأنه واقع بس بقى ايه لما يشرب ميه هيغطس لوحده. والنهارده كده تمام. بكره بقى ولا يوم تاني نكمل. بصوا يا شباب دوت اليوم الثالث. الدنيا عكرت شويه فهغير ميه وبعدين هملى لغايه لما الميه ان هي تبتدي تروق. ودوت امر طبيعي جدا لان في نسبه امونيا في الرمل وفي نسبه امونيا من التحريك ولسه ما حطيناش بكتيريا لان انا ما جبتش فلتر. بكره ان شاء الله هجيب الفلتر او هجيب الاداه اللي بتحرك الميه لانها هنا مش محتاج فلتر قوي لان الحمل البيولوجي مش هيكون كبير. الفيديو ده برعايه امازون بيور او نقاء الامازون. ده منتج محلي قوي جدا 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 قد يضاهي وممكن يعدي المنتجات المستورده. فدوت الجرعه بتاعته سنتي لكل 20 لتر اذا كان مزيل الكلور او اذا كان البكتيريا النافعه. البكتيريا النافعه حلاوتها ان هي ما بتغيرش الميه ما بتلعبش خالص في الميه لانها كلها مواد طبيعيه. عشان تقدر تشيلها او تحتفظ بيها لفترات اطول تقدر ان انت تشيلها في التلاجة عشان خاطر تمد الصلاحيه بتاعتها كمان 8 شهور. يعني هي بتقعد حوالي سنه انت هتقعدها 8 شهور زياده عن السنه. الكلام ده في البكتيريا. فانت بقى ليك كل التخيل انت فاهم مدى القوه بتاعه البكتيريا. عبوه 125 مللي عامله حوالي 30 جنيه. هي متوفره عند الحاج محمد حلمي. كانت متوفره عند الحاج محمد نجيب في اسكندريه. الحاج محمد حلمي في القاهره. كانت متوفره في محل روميو وجورج هو اللي موجود حاليا. تقدروا تروحوا في الابراهيميه عنده. هو انا بعترف لكم ان ده اعلان بس هو منتج بصراحه قوي جدا جدا جدا. واعتقد كمان ان هم متطلعين ان هم ينتشروا في الدول العربيه. لو اي حد من اي دوله عربيه يا ريت يتواصل بالسوشيال ميديا بتاعتهم. هم في باركود ورا كل عبوه تقرا الباركود وتقدر ان انت تتواصل مع اصحاب البراند. منتج قوي جدا يا شباب. احنا هنا هننزل حوالي الميه كلها والمره دي هنحطه مزيل كلور وبكتيريا النافعه عشان خاطر بكره كده كده الفلتر او الجزء اللي هيحرك الميه هيجي لان انا ما كنتش جايبه لانه للاسف والله ما كنت اعمل حسابي ان انا هعمل الفيديو ده دلوقتي اصلا. الحوض دوت عباره عن 32 لتر هنحطه سنتي ونص. طيب مزيل الكلور آمن لغاية 3 أضعاف الجرعة. لكن البكتيريا النافعة هي آمنة وكل حاجة بس أنا لما جربت إن أنا أزود الجرعة من كتر ما هي مركزة ابيضت المية معايا لسبب حصل انفجار بكتيري. لكن السمك عندي ما حصلوش أي حاجة. ده بسبب إن البكتيريا حصل فيها انفجار ما حصلش انفجار في الأمونيا. دي العبوة 450 ملي خدت منها سنتي ونص. هي شفافة برضو او مبيضة حاجة بسيطة بس خلاص. انا عملت ليه الخطوات دي ورا بعض على طول بشكل مباشر عشان خاطر اوريكم ان مزيل الكلور بيشتغل بشكل فوري حرفيا بشكل فوري. وريحة البكتيريا النافعة ديت على فكرة يعني في ناس بتحب الريحة دي جدا انها فيها ريحة تخمر شوية بس ريحة كويسة. في ناس ما بتحبهاش ابدا. ما تنسوش تحفظوا دي في الثلاجة. وايه بقى كده اظن ان انا مظبطكم. ده كان اليوم الثالث. هنتابعه ان شاء الله الفتره اللي جايه. انا اعتقد ان انا مش باين. هنتابعه ان شاء الله الفتره اللي جايه ايه اللي هيحصل وخطوه بخطوه ان شاء الله في الحوض ده. ان شاء الله بكره هنركب الجزء اللي هيحرك الميه. هي مضخه رفع صغيره خالص عشان ما تعملناش تيارات كبيره عشان خاطر السمك اللي هنحطوه كده كده ما بيحبش الطيارات ولا الدنيا يعني الرمل دوت يتبهدل يطلع فوق وكده. والسمك اللي احنا هنجيبوه ان شاء الله هيكون بيحتاج البي اتش قليل شويه. شوفوا بقى يا شباب انا بكملكم الفيديو دوت وانا مسكوم وممكن ابقى في كام لقطه من كام فيديو جايين
الدنيا برضو الصوت ما يبقاش احسن حاجه عشان خاطر انا مسكون شويه، بس حبيت ان انا اكمل لكم الفيديوهات عادي وانزل لكم كل اسبوع فيديو باذن الله. طيب هنا بعد مرور اسبوعين بالظبط او اسبوعين ويوم بالظبط انا جبت الفلتر دوت عشان خاطر يحرك الميه. الفلتر ده 5 واط، جايبه ضعيف جدا عشان خاطر انا مش عايز تيارات جامده، لان البيئه ديت او الحوض اصلا مش كبير، مش هحتاج كم الفلتره الكبير ده. في الاسبوعين دول انا كنت شبه مضلم الحوض، كنت كل كام يوم اجي انور او افتح الشباك. هنا بقى في يرقات ناموس، كان في تجدير للبوص وفي نموات جديده وفي حاجات منهم ماتت. النبته اللي هي عامله شبه النخل ديت ظهر عليها حشره، عارف والله العظيم ديت اسمها ايه، بس ديت حشره قاتله بمرور الزمن للنباتات عموما. فانا ديت هبتدي ان انا اشوف لها مبيد حشري ما يأذيش الميه عشان خاطر اقدر ان انا اتقدم في الحوض ده. من الحاجات التانية هنا ثواني اقول لكم الشاتر سبيد. هنا الانكلوجر بتاع العقارب، خشوا اتفرجوا عليه، هو كان موجود تحت. انا قلبت البتاع ديت راسا على عقب عشان الحته دي ضيقه والحته ديت كبيره على قدها، فقمت ناقلها وبالمنظر دوت نقلت. هيتحط بس في الفرق الرفيع قوي ده هيتحط الاضاءه، وهيتحط اضاءه UV عشان خاطر اقدر اتفرج على العقارب باللون الازرق او باللون الفاقع بتاعها في اشعه الUV. هوريكم الموضوع ده بيبقى ماشي ازاي. من الحاجات برضو اللي انا ضفتها، ضفت شويه بوص متكسر وشويه الاغصان الصغيره من اللي هي الاجزاء المتحوطه بالحوض، الاخشاب اللي متحوطه بالحوض، بس نقيت لون اغمق عشان خاطر الرمل لونه ابيض، فيبقى فيه ايه تباين كده. من الحاجات التانية نبتة الفوكس تيل برضو ازدهرت فترة وبعدين باظت مني، او في اجزاء تحللت بسبب ان انا مش كنتش بشغل اضاءة بانتظام. انا لسه والله ما شغلتش اضاءة، انا مركب ليدات كده بس اصور لكم الدنيا اهو. لسه بقى في الاغلب هيكون في لمبه نازله من السقف بشكل كويس عشان خاطر الشكل الجمالي برضو ايه ما نبوظهوش. الاضاءه جايه على النخل اللي فوق، جزء النخل اهو، وفي الاخر هيتخلل منه الاضاءه اللي تنفع للحوض تحت. انا جبت شويه سمك وجبت الفلتر. النهارده هنركب الفلتر وهندور الفلتر وهوريكم ازاي بندور الفلتر، وهنرفع الميه لغايه الاخر، وبعدين هنحط اسماك الزينه وهنحط جرعه البكتيريا، لان انا غيرت الميه على مدار الاسبوعين دول كتير جدا، لان الرمله كانت متوسخه او بتعكر الميه. هي كده بقالها حوالي 5 أو 7 ايام ممليه، ما فضتش الميه تاني، هي على ميتها كده. انا بس يا دوب هزود الفرق الرفيع اهو، الفرق الرفيع ده هو دوت اللي هملاه عشان خاطر بس ايه الشكل يبقى كده يعني فاهمين يعني. طيب يا جدعان بصوا، الفلتر دوت هو عبارة عن كده بس. انا بقى اضيف شوية كسر فخار بس مش دلوقتي عشان برضو الفيديو اخد وقت كبير جدا، بسبب والله ان انا بس كنت واقف على الفلتر ده ما كنتش لاقيه او ما كنتش جبته. الفلتر دوت الجزء بتاع التيار بتاعه من هنا، فانا هخليه من ورا هنا بحيث التيار يبقى ماشي من ورا، بحيث ان السمك يبقى مزعوج من ان هو يعوم ورا فيطلع يعوم قدام، فالمنظر يكون زي ما انا فاكر يعني، او زي ما انا نفسي يحصل. طيب احنا هنركب او انا بركب الفلتر. بصوا بقى يا جدعان، الفلتر دوت عشان خاطر يشتغل لازم املى له ميه. استنى واخيرا يا جدعان المكنه نزلته ماشي. طب يا جدعان انا جبت السمك، والله هو كان في اكياس وكل حاجه، بس مرضتش ان انا احط السمك مره واحده، قلت احط السمك وانتوا معاه احسن عشان خاطر برضه تستمتعوا بكل لحظه. في بقى يرقات الناموس ديت انا مش هسيبها ان هي الفلتر ياخدها او ان هي تتحول لناموس، لا انا هحط السمك وهخلي السمك يدور الضرب فيها، لان دوت اصلا غذاء اسماك قوي جدا جدا جدا. الناموس بتبيض على الميه، واليرقات في طور من مراحل عمرها بتعوم في الميه او بتتغذى من الميه والعوالق النباتيه والطحالب. احنا هنقلب بقى، يلا بقى نقلب ده. طب يا جماعه الحاجات اللي احنا اخترناها كالتالي، ثواني نفوكس عليها. هي الضعف جرامي،
ونوعين من الكاتفيش وهنحطه الزبرة دانيو. انا عندي كذا لون، هنقي لون منهم واحطه عشان خاطر بس الشكل الجمالي يكون احسن. اللي هيقول لي انت ما اقلمتش السمك ليه، الحاجه ديت كلها في غرفه واحده، كنت راكنهم في غرفه واحده، فدرجه الحراره كويسه وكميائيه الميه السمك ده بيتحمل. يعني انت لو هتخاف تعمل كده يفضل ان انت تأقلم السمك عادي جدا. ولو سمك حساس طبعا لازم نأقلم. تمام. هو في سمكه ورا بتاكل حرفيا، هي مش محتاجتش الاقلمه، اهي اللي ورا ديت والله كانت بتاكل دلوقتي اهي خلق ليفترس يا باشا. انا هسيب السمك بقى، مش هحط له اي حاجه تاني براحتهم بقى ياكلوا. هحط بس جرعه بكتيريا واحده عشان خاطر الجو العام يبتدي يتظبط. طيب للاسف بعد ما ظبطت كل حاجه اكتشفت ان انا صبيت الزبره دانيو، بس الحمد لله هما كده حطيت شويه زبره هاي فيل زور. مناظرهم ما شاء الله هم دول اللي هيتحركوا، هيفضلوا رايحين جايين. الخشبه ديت شكلها مزعج جدا هنا، عايزين نخليها ورا شويه بس. والله يا جماعه انا شايف ان الحوض الفلتر لما ينقيه تماما والبكتيريا تاخد وضعها في الشغل، انا شايف ان الحوض دوت هيكون قوي جدا. يعني الحوض ده ما شاء الله يعني وانا قاعد من بعيد قوي جدا. انتوا لو لاحظتوا هتلاقوا فيه سمكه نطت، لان احنا المفروض لما بنيجي ننقله سمك او بنحطه سمك لاول مره المفروض بنطفي عليه النور تماما، بنعتم عليه عشان خاطر اعصاب السمك تهدى. وبعدين انا مالي الميه للاخر زي ما انتوا شايفين، فكده هطفي النور، والنور دوت هيبقى محطوط على تايمر بحيث ان هو يشتغل في ميعاد ويطفي في ميعاد. النور هنا هشغله بداية من 6 ساعات، وهخلي المية يوصل لها إضاءة بقوة اللوتك من 10 ل 25 ليوما لكل لتر. عايزين نحسب، هنضرب الطول في العرض في الارتفاع اللي هي أبعاد الحوض بالسنتي، والناتج اللي هيطلع هنقسموه على خلاص على كده. وبعد يا شباب لما خلصنا الحوض دوت اخد والله وقت ومجهود كبير جدا من حيث التفاصيل ومن حيث موضوع ان انا اثبت البوص دوت، كان موضوع صعب ذهنيا ونفسيا وكل حاجه. يعني هو كان صعب جدا ان هو كان بيقع كذا مره. مش عارف هظهر لكم دوت في المونتاج ولا لا. موضوع برضو الرمل لان انا غيرت الميه كتير جدا. بصوا السمك طالع يتنفس اصلا الاكسجين. الغذاء بتاعهم هيكون اليرقات ديت. السمك دوت مش حساس قوي، فانا مش خايف عليه من اي امراض او اي حاجه تحصل له بسبب اليرقات، لان اليرقات معظم الاوقات بتكون حامله للامراض. السمك دوت اصلا انتاج مصري هنا، وانا مبسوط جدا ان الانتاج دوت موجود منه في مصر وجودته بالمنظر دوت. على فكره الحاجات ديت انا جايبها من سوق الجمعه. سوق الجمعه فيه حاجات كويسه وفيه تجار امينه، بس الاغلبيه مش حلو. يعني ركز وحاول تاخد حد بيفهم معاك، يا اما لو حابين تعرفوا ازاي بننقي السمك او الحيوانات اللي احنا بنجيبوها، ايه المقاييس اللي احنا ناخده بيها وما ناخدوش بيها الكائن اللي احنا هنجيبوه، يا ريت تكتبوا لي تحت، هعمل لكم طبعا فيديو. انا هنا مش ناوي افرغ حاجه، انا دوت بس منظر جمالي في الصاله عندي، هظبط الدنيا. الحوض دوت لسه ما خلصش. الحوض دوت هيكون ليه الاضاءه من السقف زي ما قلت لكم، وهيكون في ورا اضاءه عشان خاطر الخشب دوت ينور اكتر. هيكون المنظر بتاعه جميل جدا، وانا الدبان مطلع عيني وانا بختم. يعني البوص بقى اللي هو تحت دوت ابتدى ان هو يحصل فيه تهالك كده، والمنظر الجميل ابتدى يظهر. هو بس الحاجات اللي زعلتني شويه النبته اللي احنا جايبينها، والله لغايه دلوقتي انا مش عارف احفظ اسمها. كل لما اتصل بالمشتل اللي انا جايب منه دي اسمها ايه يقول لي مش عارف بحاجه كده، مش عارف والله، بس هي مش نخل يعني. وبسبب ان احنا برضو بندي اضاءه شويه وبعدين بنطفي، لان انا ما كنتش منتظم هنا في الاضاءه شويه. للاسف حصل ومات يعني شويه اوراق من البوص، بس الواحد يعني مستبشر خير. في نموات جديده هي طالعه، دي والله نموات قديمه وميته اهو.
لو انتوا شايفين يعني. اجمالي والله انا مبسوط جدا بالمشروع اللي عملته دوت، مشروع قوي وهو اتجاهه في الاكتر ان احنا بس نبرز جمال البيئه المصريه، ان البيئه المصريه هي من تحت بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت، بس بقى ممكن بيبقى رمل اصفر، ممكن ارضيه سودة خالص. الموضوع جميل جدا جدا جدا. ان شاء الله انا ناوي اعمل لكم بيئه تنم عن التلوث اللي بيحصل في الميه لاسماك الزينه. هو هيكون حوض عباره عن مستنقع، مش هتبقى ترعه، هي مستنقع، وهيكون فيه عزكم الله ممكن يكون فيها بعض القمامة عشان خاطر بس نفهم اضرار البلاستيك اللي احنا بنرموه في البيئه بتاعت نهر النيل او اي مجرى نهري او اي بيئه طبيعيه او في البحر. فاحنا الحمد لله خلصنا البيئه المصريه، هي ديت الملاحات عندنا او المناطق يعني اللي انا كنت بقطف لكم منهم البوص. اكيد ظهرت لكم اللقطه ديت في الفيديو. فانتوا لو حابين اعمل البيئه ديت ونحطوا فيها سمك بلطي خنيني، عشان سمك البلطي الخنيني فيه منه الوان قويه جدا جدا جدا. انا مش عارف السمكه الخنيني ديت ازاي مش في هوايه اسماك الزينه، انا والله العظيم ما عارف ازاي، مع ان الخواجه لو شافها بره هيجي يجري عليها حرفيا وهيطلع منها طفرات بنت لذينه، بس احنا عندنا عقده الخواجه. فانتوا لو عايزين الفيديو دوت قولوا لي وانا سريعا جدا هعمله. طيب اوعدكم ان شاء الله ان فيديو السمك اللي جاي بقى، معرفش هيكون الفيديو اللي جاي ولا اللي بعده، لان برضو القناه ديت بقت قناه شامله عن الكائنات الحيه المصريه والمستورده برضو اللي بتبقى جايه من بره. انا اوعدكم ان شاء الله الفيديو بتاع السمك او حواض السمك اللي هتتعمل اللي جايه ان شاء الله، يا اما هتكون بيئه المستنقع ديت لو انتوا وافقتوا عليها، يا اما مثلا هيكون حوض للانجل، لان سمكه الانجل من احب الاسماك لقلبي. ففي النهايه ما تنساش ان المحنه ما زالت شغاله، ما تنساش تدعي لاخواتك بالنصر، تدعي لانفسنا بالرحمه، ما تنساش ان انا هعلمك لغه الطبيعه. ويلا سلام.